الزمالك كسب المصري 4-1، وعلى طول الكهارب اتعلقت، والاحتفالات الأسطورية اشتغلت من بعد الماتش مباشرة. الأهلاوية طبعا بيتكلموا على ضربتين الجزاء بتوع المصري، والجول بتاع ناصر منسي الأسطورة اللي جابه بعد لمسة يد، وعملها بنطة من تاني. حوارات كتير قوي شغالة من امبارح. أنا بصراحة متوقف جدا عند عصام عبده، الشغل العالي اللي عمله والحاجات الجميلة اللي قالها لنا طول الماتش، غير بقى الكي بلاير والسيتويشن وواحد ضد واحد. وانا مش عارف بصراحة السيتويشن ده ليه علاقة بالسيتي سنتر ولا دي محافظة تانية ولا يعني، غير العلم والثقافة واللغات. الشغل بتاع السعدية النموذجية ده الراجل كمان شغال تطبيل من النوع الفاخر. كل ما الصورة تيجي على جمهور الزمالك يقول لك لا 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 لا، مش معقولة جمهور الزمالك ده مش معقول، رغم المشاكل رغم ايقاف القيد الجمهور بيشجع. ما هو الجمهور عادة حضرتك بيشجع يعني، الجمهور بيروح الاستاد عشان يشجع، مش بيروح يقيل شوية بعد الظهر. وايه علاقة الجمهور بالمشاكل المالية وايقاف القيد هي الفيفا هتحجز على الجمهور؟ وبعدين مين يلاقي دلع وما يتدلعش؟ جمهور سيادتك يعني اتوبيسات بتوديه ببلاش، بيدخل ببلاش، بياكل ببلاش، بيشجع وبيشمت وبيشتم برضه ببلاش، ما يروحش ليه لا مؤاخذة يعني؟ وايه كمية التطبيل والتفخيم في الزمالك ولاعيبة الزمالك دي؟ عصام عبده يا جماعة دخل في منافسة حقيقية، وقدر يحجز موقعه ضمن أباطرة التطبيل مع بلال علام بقى ومؤمن حسن ومحمد الشاذلي ولو ان محمد الشاذلي ده في حتة تانية خالص لوحده يعني. تخيلوا انتوا بقى استوديو تطبيلي بقيادة سيف زاهر مع الخنيق أيمن بقدونس، مع حكم ربنا هيعلقه من حواجبه إن شاء الله، مع ناشئ على الفار قدر يثبت أقدامه ويقدم فروض الولاء والطاعة ويثبت للي اختاره إنه أهل للثقة. الراجل ده خلاص محدش عارفه طبعا، اسمه أحمد جابر، تم اعتماده، وهنشوفه بقى كتير قوي الفترة اللي جاية بعد ما كانش حد يعرفه غير أهله. الناس بقى اللي عماله تشتم في اوسكار رويز رئيس لجنه الحكام من امبارح، يا جماعه قلنا 100 مره اوسكار ملوش علاقه وملوش ذنب في اللي بيحصل ده. اوسكار ملوش فيه اصلا. اوسكار من الاخر كده بيجي يتدلك ويتصور في المعسكرات ويروح. الحكام بيجيبها كابتن توجيه احمد، والفار بيجيبوا السيد مراد. الناس دي من ثوابت الرياضه المصريه. شوفوا كده في كام رئيس لجنة حكام راح وكام رئيس لجنة حكام جه، والناس دي ثابتة في أماكنها، لا تتزحزح لا تتنحنح، كجلمود صخر حطاه السيل من عالي. تخيلوا كل اللي أنا حكيته ده بقى كوكتيه كده في ماتش واحد. ده الناس من كتر ما يأست من العدالة بقوا ينزلوا مسابقات على السوشيال ميديا قبل الماتش للتوقعات. بيقول لك يا ترى ضربة الجزاء اللي هيحسبها محمد معروف للزمالك هتبقى في الشوط الأول ولا في الشوط الثاني؟ الناس دي يعني ما عرفتش إن معروف بيطور من نفسه. بدل ما يحسب ضربة جزاء للزمالك ما حسبش ضربتين جزاء على الزمالك، وهي مصلحة برضه. وفي الآخر وبعد الهري ده كله يطلع علينا خالد الغندور يقول لك هو الأهلي بيطلب حكام أجانب ليه؟ ما هو من عمايلكوا السودة يا حبيبي. حكام الملاكي اللي مليتوا بيها اللجنة دي، من الاحتواء اللي صاحبه غار في 60 داهية واعتزل، بس الاحتواء لسه مكمل معانا ومش عايز يفارقنا. احتواء في الملعب واحتواء في اتحاد الكورة، بطتين من بره ووزتين من جوه، حاجة تقرف. ناس ما عندهاش دم.